السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل طبق سلطة بابا غنوج جميل زي ما انتم شايفين كده. معاكم بقى ام محمد من مطبخ اكلات مصرية. هنعمل بابا غنوج بالطريقة الجميلة دي، وينفع مع جميع الاكلات وينفع اكلة لوحده، وطريقته سهلة ومميزة وجميلة جدا ومش هتكلفك حاجة. كيلو بتنجان زي كده او من الرومي زي ما تحب، وده جميل جدا. انا دايما بعمل الرومي بس حبيت اجرب ده معاكم وهشوف النتيجة بتاعته وهقول لكم كويسة ولا لا. بس هو طلع ما شاء الله زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. البتنجالة لازم تكون مليانة كده، وبتبقى غليظة شوية وبتبقى صبحة وجميلة زي ما انت شايفة كده. تمام تمام يا ام محمد. بيبقى القمع بتاعها اخضر كده، والبتنجاله بيبقى لونها اسمر وبيلمع كده زي ما انت شايفه قدامك بالظبط. تمام يا حبيبتي. تمام. هنروح نغسله كويس جدا ونحطه على عين البوتاجاز، ونفضل كل شويه بقى نقلب فيه. ما نصحكيش ان انت تشوي البتنجال في الفرن بتاع البوتاجاز، بيبقى مش حلو خالص. تمام. افضل طريقه ان انت تحطي صاجه على الفرن وتشويه، او بتحطيه على عين البوتاجاز مباشرة زي ما شفتي كده معايا. وبنقشره بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. والطبق ده جميل جدا مش هيكلفك حاجة خالص. هنقشره بكل سهولة زي ما انت شايفة كده، وننضفه خالص من القشر، ما نخليش فيه قشر خالص. وبعد كده بقى ناخده نطحنه في الكبة او في الخلاط زي ما تحبي، او في مطحنة الخلاط. والاكله دي سهله وجميله جدا ومش هتكلفك اي حاجه. وبابا غنوج ده بيجيلك مع المشويات في علب صغيره كده، لكن مش زي اللي انت هتعمليه خالص في البيت، مش زي اللي انت بتعمليه في البيت خالص نهائي نهائي. كده انا قشرت البتنجان كله اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنعين القمع بتاعه بقى اهو. هنقطع القمع كله، طبعا مش مالهوش لازمه. وهنجيب الكبه بتاعتنا بقى، وزي ما قلت لك في الخلاط او في الكبه او في المطحنه زي ما تحبي تعمليه اللي المتوفر عندك. هنزل بقى بالبتنجان كله كده في الكبه. هنزل بقى بمعلقه بربع كوبايه زيت اهو، ربع كوبايه زيت على الكيلو البتنجان. وهنزل بعلبتين زبادي، او علبه كبيره، علبتين صغيرين او علبه كبيره. تمام. معلقه بقى، معلقه صغيره كمون ومعلقه صغيره كزبره. تمام. والملح بتاعك. انا بنزل بس الزبادي اللي في العلبه عشان طبعا حرام لما نرمي حاجه. وكده انا حطيت الكزبره والكمون مع بعض، نص معلقه كبيره او نص معلقه صغيره من كل حاجه. تمام. وهنا 5 فصوص ثوم. والملح بتاعك بقى ظبطيه. وهنضرب الكلام ده كله بقى مع بعضه في الكبه. وهنزل بعصره ليمونه ومعلقتين ونص خل اهو. مش حابه يبقى فيه سنه زعقيه كده، حطي معلقه ونص خل بس احنا بنحبه يبقى مزز شويه، فحطيت معلقتين ونص من الخل مع الليمون. تمام تمام يا ام محمد. حابه تستغني عن الليمون مفيش مشكله، او تحطي كميه قليله. هنا بقى اتضرب معايا البتنجان. وعندي هنا بقى الطحينه دي انا عاملاها في البيت، وهنزل لكم الطريقه ان شاء الله اهي. شايفين عامله ازاي؟ برطمان فاضي وحطيته فيها. والطحينه طريقتها سهله جدا. هنزل بقى بكوبايه طحينه على الكيلو بتنجان. تمام. كوبايه طحينه وربع كوبايه زيت. والفلفل لو حابه تحطي فلفل احمر او فلفل اخضر مفيش مشكله، بس انا مش مستبعده الفلفل يعني عشان ما تبقاش حراقه، تبقى تدي الطعم بتاعها اللي هو البابا غنوج. تمام تمام. وهنا بقى الكلام الجميل ده كله هناخده ونحطه في الطبق زي ما انتم شايفين كده. تمام يا ام محمد. جميله جدا وطريقه سهله زي ما انت شايفه كده. وهنا بقى هنعمل بقى الحفره بتاعتنا كده عشان نحط زيت الزيتون او الزيت العادي زي ما تحبي. انا هنا هحط شويه من زيت الزيتون، لان عندي ما بيفضلوش زيت الزيتون يعني في الاكل كتير. هحط بقى كمية قليلة، وهنزل كمان بكمية تانية من الزيت العادي.
يفضل انه يكون زيت نقي ابيض، وعشان يبقى طعمه حلو في الاكل. انا حطيت شويه صغيرين بس كده من زيت الزيتون عشان بيدي بس الريحه، بتبقى له ريحه كده جميله زيت الزيتون. وهنا بقى ونزلت بقى بالزيت العادي زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى ندي يعني لون للطبق كده، نغير معالمه عشان يبقى شكله حلو كده وشيك قدامنا. وكده كده خلصنا بقى بابا الغنوم. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو حطي لي لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد من مطبخ اكلات مصريه. اجمل طبق هتعمليه النهارده بالطريقه الجميله دي، والكل هيسالك على طريقته. كل اللي هيدوقوا من ايدك هيسالك كده ببيتك، واعملي حاجتك بايدك وبنظافتك وبشطارتك. ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا حطي اللايك وادعي لي دعوه حلوه. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.